هو انا كنت عايزه اسال، هو الجاكسون بورد ليه يعني ليه مرحله معينه أنا المفروض اعملها؟ جيبسون بورد ده ماتيريال من الماتيريالز سهل جدا ان احنا نبدا نتعامل بيها في اي وقت وفي اي مكان وفي اي مرحله من المراحل. يعني ممكن ان انا اعمله بعد المحاره على طول، ممكن ان انا اعمله قبل السيراميك او بعد السيراميك، ممكن اعمله بعد ما اخلص الشقه خالص. في ناس كتير جدا ما بيبقاش معاها تكلفه الجيبسون بورد او تكلفه ان هم يبداوا ان هم يديزاينوا لايتنج وسيلينج وتفاصيل زي كده، فبيخلصوا تشطيب الشقه كلها. ممكن يقعدوا سنه او سنتين، انا واحد من الناس عملت كده. يعني بعد سنتين بعد ما خلصت كل حاجه في الشقه عندي، بعد سنتين عملت بقى الديزاين بتاع الجيبسون بورد اللي انا عايزه وتوزيعات الاضاءه اللي انا عايزها، وبعدين ابتديت ان انا اشتغل على الجيبسون بورد. فالبوينت كلها ان الجيبسون بورد ميزته ان هو سهل تركيبه في اي وقت وفي اي مرحله. الجميل في الموضوع ان الجيبسون بورد يعني انا معايا هنا عينات. العينه ديت انا ممكن ان انا ابدا اخد العلب ديت واركبها على الارض. ده كده الارض، ودي الحيطه، ودي السقف، وده الحيطه الثانيه. فانا كده اقدر اعمل حيطه من الجيبسون بورد في اي وقت. يعني بعد ما خلصت التشطيب خالص ببدا ان انا اركب الكلام دوت بمسامير عادي خالص، وابدا ان انا اركب عليها الالواح بتاعت الجيبسون بورد اللي هي بتبقى عباره عن جبس زي كده. اوكي، احنا طبعا ده احنا هنتكلم عليه في ديزاين لايك كريزي بالتفصيل. هنتكلم على الجيبسون بورد والتفاصيل بتاعته في حاجات كتير موجوده جوه الدبلومه. لكن ان جنرال، طيب الاسقف بنعمل فيها ايه؟ الاسقف بنركب ده حتى لو السقف بتاعي ممكن مش متشطب خالص، ببدا ان انا جاست اركب دوت، وابدا ان انا اركب الجيبسون بورد على السقف على طول. او لو هو متشطب وخلصت تشطيب وخلصت كل حاجه، ببدا ان انا اخد المراحل بتاعه الجيبسون بورد او الصاج دوت يركب على التشطيب عادي جدا، وبعدين اركب عليه الالواح بتاعه الجيبسون بورد. يعني هو ده كده ده لوح الجيبسون بورد اللي تحت، وبعدين بيركب عليه حاجه اسمها اوميجا، والزوايا دي بتتثبت في الحيطه. وبعدين ده بيركب عليه اداه كده اسمها اداه التعليق، انواع من ادوات التعليق اللي بعد كده بيبدا ان هو يتثبت في السقف او في السيلينج بتاع في السقف بتاعي، علشان اقدر ان انا اكرييت سقف مستعار او سقف موجود عندي. فالبوينت كلها ان الجيبسون بورد كماتيريال تقدر انت تستخدمه في اي وقت، تقدر انك تعمل بيه فينيشز قويه جدا 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 وسهله جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل سبسكرايب او لايك للشانل هنا، وهتلاقي فيه فري تريننج، هتلاقي اللينك بتاعه حوالين الفيديو في الكومنتس، او هتلاقيه على في البوست نفسه. ده عباره عن 4 ايام احنا بنعملهم لايف علشان نعرفك كل حاجه عن الانتيريور ديزاين كبروسيس من A to Z، ازاي ان انت تبدا تتعامل في الانتيريور ديزاين وتخش الفيلد دوت. ادخل وجوين معانا في الفري تريننج دوت، سواء بقى انت هتشوفه لايف او هتحضره لايف معانا، او ان انت هتشوفه ريكوردد، او ان احنا بنعمله كل فتره لايف، فتقدر ان انت تحضر معانا. هنكون باعتين لك على واتساب وعلى الايميل بتاعك علشان تجوين معانا.